حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلاب الصف السادس، زي ما وعدتكم معايا النهاردة النموذج الثاني للنماذج الاسترشادية للشهر الأول، علشان نراجع قبل الامتحانات، واللي امتحن زي ما قلت يراجع معانا قبل ما ندخل في الدروس الجديدة، ويكتشف هو لو في نقطة ضعيفة عنده هيراجعها معانا بسرعة. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة علشان زمايلكم كمان يستفيدوا، وأكبر قدر من زمايلكم يقدر يستفيد بالفيديو. اول حاجه معايا السؤال الاول بيقول لي اكتب كلمه صواب امام العباره الصحيحه وكلمه خطا امام العباره الخطا. طيب اول حاجه معايا ايه؟ بيؤثر المناخ على توزيع السكان في الوطن العربي. هل المناخ بيأثر عندي في توزيع السكان؟ طبعا المناخ بيأثر في توزيع السكان، لانه بيتحكم في مين من السكان يبقى في المنطقة السكنية ديت فيها كثافة ولا لأ. المناطق الجبلية ما بيبقاش فيها كثافة، لأن مناخها بيبقى صعب جدا إن يقدروا يتعايشوا فيه. المناطق الحارة جدا برضو بيبقى صعب إن يبقى فيه كثافة سكانية. المناطق اللي هي القطبية برضو بيبقى فيها ندرة في السكان، أو تكاد تكون منعدمة من السكان. برضو بسبب إيه يا ولاد؟ بسبب المناخ. يبقى عندي فعلا المناخ بيتحكم في توزيع السكان. طيب تاني حاجة معايا بيقول لي تؤدي الهجرة إلى المدن إلى ظهور العشوائيات. احنا كنا خدنا قبل كده إن من أسباب العشوائيات هي الهجرة من الريف إلى المدن، يبقى عندي الإجابة دي صح. طيب تالت حاجة، ساد السلام في المجتمع قبل ظهور الإسلام. هل ساد السلام في المجتمع قبل ظهور الإسلام؟ لا طبعا، دي كانت في حروب، وكانت في وئاد للبنات، وكانت في مشاكل كتيرة جدا، وشرب الخمر واللعب الميسر والحاجات دي كلها، العادات الوحشة جدا، فما كانش فيه سلام. طيب رابع حاجة معايا، عد معدل النمو السكاني في الوطن العربي منخفض بالمقارنة بالمعدل العالمي. هل معدل السكان في الوطن العربي منخفض بالمقارنة بالمعدل العالمي؟ احنا قلنا يا ولاد قبل كده ايه؟ ان المعدل العالمي كان اقل من 1%، والمعدل الوطن العربي كان كام؟ 1.8% من زيادة بالمعدل العالمي، يعني اضعاف. يبقى الاجابة دي عندي غلط. 5 معايا، تمثل فئة كبار السن الأكبر من 65 في سنة. يعني فئة كبار السن ديت كانوا من السكان اللي هم أكبر من 65 سنة. طبعا الإجابة ديت صح. السؤال التاني معايا، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. أول حاجة، بتحتل مصر المركز إيه من حيث عدد السكان على مستوى الوطن العربي؟ بتحتل طبعا المركز الأول في السكان من حيث الوطن العربي. طيب تاني حاجة معايا، بتزيد نسبة الذكور إلى الإناث في إيه؟ إيه نسبة الذكور بتزيد جدا عن الإناث فين؟ في دولة إيه يا ولاد؟ في دولة السعودية، لأن هي فيها هجرة، وبالتالي زي ما قلنا إن الهجرة بتبقى من الذكور أو من الشباب، علشان طبعا مش هينفع هجرة للبنات، فبيبقى دولة السعودية اللي عندي في الدول ديت هي اللي مستقبلة لمين؟ مستقبلة للهجرة. تالت حاجة معايا، تعد دولة ايه أقل الدول العربية سكانا. ايه الدولة اللي أقل الدول العربية سكانا؟ هل الصومال، ولا جزر القمر، ولا السودان، ولا اليمن؟ طبعا يا ولاد جزر القمر هي أقل عدد في السكان. رقم 4، تولت المرأة العربية أو تولت المرأة منصب الإشراف على الأسواق في عهد الخليفة. مين يا ولاد؟ في عهد الخليفة أبو بكر اتولت الإشراف على الأسواق؟ لا طبعا. طيب في عهد مين؟ عمر بن الخطاب. أيوة، في عهد عمر بن الخطاب هو اللي جعل المرأة هي اللي تولت الإشراف على الأسواق، وكمان محاسبة اللي بيخونوا البيع والشراء، واللي هم بينقصوا في المكيال والموازين وكل الحاجات دي. طيب رقم ب، دلل على صحة العبارة الآتية. لم يكن للمرأة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام أي حقوق. ايه الدليل ان المرأة العربية كانت في شبه الجزيرة ملهاش حقوق يا ولاد؟ هقول ايه؟ لأن لم يكن لها حق في ايه؟ في الميراث والتملك. ما كانش ليها حق ان هي تورث او تتملك اي شيء. كمان ايه يا ولاد؟ كمان ما كانش ليها حق في ان هي تبيع وتشتري. ما كانش ليها حق في ان هي تبقى تاجرة، وان هي يبقى ليها ادارة شؤونها. لم تتمكن من ادارة شؤونها الاقتصادية، يعني الخاصة بالفلوس بتاعتها،
وكمان كان في انتشار عادة وئاد البنات. زي ما احنا عارفين كانوا بيقتلوا البنات او بيدفنوهم احياء علشان هم كانوا بيمثلوا عار بالنسبة للعرب وقتها. السؤال التالت معايا بيقول لي ايه؟ صوب ما تحته خط. اعطى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه اهل الشام الامان لانفسهم واموالهم وكنائسهم. هل هو اعطى الحق ده لأهل الشام ولا مين؟ هو هنا أنا عندي الغلط في أهل الشام. طيب أعطى الحق لمين يا ولاد؟ وكنائسهم وأموالهم إن هم يبقى ليهم حق إن هم يحتفظوا بيها. هو أعطى الحق لبيت المقدس. لما فتح بيت المقدس أو فتح فلسطين أعطى لهم الحق إن هم يفضلوا محتفظين بكنائسهم وأموالهم وادالهم الأمان على أنفسهم. طيب السؤال التاني بيقول لي النمو السكاني هو النسبة بين عدد السكان والمساحة الكلية. هو ده تعريف النمو السكاني؟ أمال إيه يا ولاد؟ ده تعريف إيه يا ولاد؟ معايا يلا. سمع حد بيقول لي الكثافة السكانية يا ميس، برافو عليك. الكثافة السكانية هو فعلا النسبة بين عدد السكان والأرض اللي هم بيعيشوا عليها. يبقى هنا الكثافة السكانية. ناخد بالنا من التعريفات دي يا ولاد ولازم نراجعها كويس لانها مهمة، بتيجي في الاسئلة بتاعة صوب زي ما احنا شايفين كده، او ممكن تجيلي في اختر او صح وغلط. المهم ان احنا نكون حافظينها كويس. طيب السؤال الثالث معايا بيقول لي بتزيد نسبة الذكور عن الاناث في دولة الاتحاد الاوروبي. هل دولة الاتحاد الأوروبي هي اللي بتزيد فيها نسبة الذكور عن الإناث ولا دول مين؟ دول إيه يا ولاد؟ سمع بنوتة شطورة بتقولي الخليج العربي، برافو عليكي. هو فعلا الخليج العربي لأن هو دول مستقبلة للهجرة زي ما قلنا عن السعودية. طبعا عارفين إن قطر والإمارات ودبي والحتت دي كلها هي اللي من دول الخليج، وكمان بتستقبل وفود علشان يستثمروا مواردها لان هم عندهم موارد كتيرة زي ما قلنا في الدرس، وعندهم اعداد قليلة من السكان. طيب رقم 4 بيقول لي ايه؟ ساهمت السيدة خديجة رضي الله عنها في نجاح خطة هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة. مين السيدة اللي ساهمت في نجاح الخطة؟ السيدة اسماء بنت ابي بكر، هي اللي كانت بتودلهم المية، وكانت شقت نطاقيها وحطت في واحد فيهم الماء وحطت في الآخر الطعام. طيب 5 معايا بيرتفع معدل النمو السكاني في الوطن العربي نتيجة الهجرة الداخلية. معدل النمو السكاني عندي في الوطن العربي ارتفع نتيجة الهجرة الداخلية ولا ارتفع نتيجة ايه؟ نتيجة الهجرة الخارجية. احنا بنتكلم في الوطن العربي مش بنتكلم في دولة معينة، احنا بنتكلم في الوطن العربي كله. هو زاد بالهجرة الخارجية. الهجرة الخارجية يا ولاد هي اللي زودت عندي معدل النمو السكاني في دول الوطن العربي. كده احنا خلصنا النموذج التاني. يا ريت ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة علشان تفعلوا الفيديو لأكبر عدد ممكن، وعلشان تكبروا القناة وكله يقدر يستفيد من الفيديوهات بتاعتنا. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.